هلا، اليوم وصفتنا برجر لحم ضمن الكيتو كلاسيك. طبعا الوصفة سهلة وسريعة وما تحتاج مكونات كثيرة. وقبل ما نبدأ بالوصفة أتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. نجيب لحم بقري مفروم ونضيف له ملح وفلفل أسود، كمية حسب ما أنتم ترغبون، وبعدين نعجنه ونخلطه جيدا ونشكل اللحم على شكل كرات. هذا يسوي لنا 4 كرات، شوفوها. وبعدها نضع الكرات بكيس أو بإيدكم بكيفكم حتى نضغطها ونشكل البرجر. شوفوا بهذه الطريقة أنا استخدمتها بالزبلاق. خلي الكرات بالكيس وبعدين نضغطها. هذا طبعا للسهولة نستخدم الكيس، ممكن بيدكم إذا ما عندكم كيس خاص للأكل. وهذه الكمية جاهزة للقلي هسه، وتقدرون الزايد تجمدوه بالفريزر. وهسه على نار متوسطة نخلي قليل جدا من زيت زيتون القلي، ونضع عليه البرجر، ممكن يكون جامد أو فريش. كل جهة نقليها لمدة 5 دقائق على النار المتوسطة. هسه البرجر كمل وجاهز للأكل. تقدرون تقطعوه حسب ما تحبون أو تخلوه برجر كامل، وأنا خليت مع خس ولهانة حمراء. طلع لنا بهذا الشكل. إن شاء الله يا رب يعجبكم، جدا جدا لذيذ وسهل، وأتمنى يعجبكم وتجربوه. باي.